النهاردة قرايتك بطاقة الكوتشينة. عشان تتأكد ان الرسالة دي ليك وان القراية دي ليك، اعمل متابعة للقناة وتفاعل معايا في الفيديو. اربط طاقتك معايا عشان نبدأ نسحب الكروت واقولك ايه اللي ظاهر لك. ورقك كله قلوب، وفي أمنية عندك متأجلة قريب جدا تحقيقها. الأمنية دي تخص زواج أو تخص حبيب عايزة تاخدي معاه خطوة، عايزاه كمان يجي يتقدم في الفترة اللي قريبة أو اللي جاية. الحبيب دوت بيتلكك كتير بالشغل أو السفر أو الماديات. في كمان باب هيتفتح لفرصة شغل أو علاقة كانت فاكراها خلاص خلصت وراحت، لكن النهاردة الورقة بتقولك ان في رجوع وفي جواز كمان في العلاقة دي. البعض منكم اللي مستني شغل او مكالمة اتصال يخص شغل، فهي في خلال الاسبوع دوت هيتم الاتصال معاك. ظاهر كمان شخص بعيد بيظهر في وقت وبيختفي كمان في وقت. واضح ان العلاقة دي اوف اون، وان الشخص دوت مش شخص جدي، بيجيلك اوقات وبيختفي اوقات، لكن الشخص ده هيبدأ يظهر في توقيت صح جدا، وانتي كمان هتحسي ان ده افضل وقت ان الشخص ده ظهر معاكي فيه، وان ده افضل وقت ان يبدأ قصة الحب معاكم تبتدي، لان الظهور الشخص ده في الوقت ده وقت صح جدا. في كمان ظاهر عندي حب قديم، وفي رجوع وحنين غير متوقع. يعني واضح ان كان في زعل وخناقات ومشاكل، لكن هتتحول لصلح وحب بينك وبين الشخص ده. البعض منكم حصل كمان انفصال، طاقة منفصلين عن زواج. البعض منكم حصل طاقة انفصال، وكان بسبب الطاقة دي تدخل الأهل في حياتكم. الأهل كانت بتتدخل على طول، أو هو كان على طول عنده شخص طرف ثالث. للبعض منكم أنا بقول لكم إن العلاقة دي راجعة وهيكون فيها حدود المرة دي، لأن الشخص وهو بعيد حاسس بألم وحاسس بزعل وحاسس إن هو مش قادر يكمل في العلاقة مع لوحده. لكن المرة دي أنا بقولك ارجعي واستقبلي الطاقة بكل حب. كمان في للبعض منكم هنا في طاقة 2 مخطوبين او كانوا خلاص بيحضروا للارتباط الرسمي. في تدخل لطرف ثالث، وواضح ان هي كانت علاقة قديمة او صحبة كانت للشريك. دي سببت ليكم مشاكل كتير وسببت بينكم زعل، لاني انا شايفة هنا ان الشريك متمسك بيها ومتمسك بيكي، مش عايز يتخلى عنكم انتوا الاتنين. بس الطاقة هنا بتقول ان في طاقة زعل او في طاقة خناقة هتحصل بينه وبين الطرف التالت ده، وهيطلع انت اللي كلامك صح، او هيرجع تاني الشريك ويطلب منك ان هو تديله فرصة تانية وتديله طاقة سماح وتديله طاقة حب، لان انا شايفة كمان هنا ان الشريك مش عايز يسيب الطاقة. تعالي اقولك على طاقة بقى الشخص اللي في بالك ان انت بتفكري فيه دلوقتي بعد ما عملتي المتابعة ليا واكدتي ان الطاقة دي هتكون ليكي. شخص جايلك بطاقة حب، ورغم ان انتوا كان في بينكم زعل او مشاكل او بلوكات او سايبين بعض بقالهم فترة، لكن برضو الطاقة دي بتقول عندي ان طاقة الشريك هنا فيها حب كتير جدا بينك وبينه، لان في كلام او هو سمع كلام او في حد اثر عليه في الطاقة دي، ورغم كده ان هو برضو بيفكر ليكي في طاقة فيها حب او طاقة فيها اشخاص. طيب البعض منكم في تدخل للاهل،
البعض منكم في الطاقة دي في تدخل الأهل اتدخلت وكانت بسببهم حصل مشكلة أو هتتدخل وبسببهم هيحصل مشكلة. تعالوا أقولك على طاقة الكراش النهاردة، وهل الشخص دوت معجب بيكي أو مش معجب بيكي. حطي الشخص في دماغك أو حطي الشخص دلوقتي في بالك، وتعالي هقولك مين الشخص اللي ظاهر لك في الطاقة. طيب أنا شايفة شخص كويس بس ما بيتكلمش، بيديكي طاقة حب من بعيد لبعيد. كان طالع من علاقة وكان حاسس ان هو مش قادر يخش في علاقة تانية او خايف يدخل في علاقة تانية، بس انا بقولك ان الشخص دوت عينه عليكي وعنده طاقة اعجاب عالية جدا. بيفكر طول الوقت اخد خطوة ولا اتراجع، اكلمها ولا اتراجع. شايفة ان الشخص دوت قلبه مليان بالحب، وشايفة كمان ان انتي كنتي طالعة من تجربة وحشة وحزينة منها، او كان عندك علاقات قبل ما تعجبي بالشخص ده وكانت العلاقات مش احسن حاجة. انجرحتي او اتخنتي من شخص قبل كده او اتسبتي بسبب طرف تالت، لان انتي حزينة قوي وخايفة كمان تخشي العلاقة دي، او خايفة الشخص ما يكونش صريح معاكي. لكن انا بقولك ان العلاقة الكراش النهاردة مبينة جدا ان الشخص دوت رغم الظروف اللي عنده، ورغم ان هو بيمر كمان بظروف مش احسن حاجة، وبرضه بيمر بعلاقة كان حاصل فيها جرح او عدم تفاهم، ان الشخص ده بيديكي طاقة حب وبيديكي طاقة سلام وبيديكي طاقة مشاعر جديدة ودخول خطوة جديدة معاكي. عايز يبني مستقبل وعايز يبني طاقة حلوة معاكي، وعايز كمان ان انتي تديله يعني مبادرة، تديله علامة واضحة علشان يبدأ يدخل معاكي. حاولي تدي للشخص دوت علامة، حاولي تفتحي للشخص ده علامة. الطاقات النهاردة بتقول ان في اشخاص منكم قالوا خلاص احنا عمرنا ما هنرجع تاني مع الشخص ده، لكن انا بقولك النهاردة طاقتك قريبة جدا وطاقة حب وطاقة سلام، لان هي فيها تفكير وفيها حب وفيها احساس، وفي كمان البعض منكم ندم ان الشريك ندم ان هو سابك او ندم على اللي هو عمله معاكي، وهيبدأ ياخد معاكي طاقة فيها مشاعر جديدة وتفكير جديد بينه وبين نفسه. استقبلي النهاردة الطاقة معايا ان انت تعملي متابعة وتتفاعلي مع الفيديو. بستقبل الطاقة عشان اكون عارفة مين اللي خد الطاقة، وابدأ ان انا اكشف ليكي بعد كده حقائق عن العلاقة، واعرف كمان انتي بتتابعيني من فين وايه مصدر الطاقة بتاعتك. اللي هيعمل النهاردة متابعة وهيتفاعل النهاردة بالفيديو ينتظر مني بعد 7 ايام بالظبط طاقة جديدة شخصيا ليه هو كأني الطاقة بتتكلم عليه بكل ما بيدور في حياته وكل ما بيحصل له من مواقف. نستقبل النهاردة الطاقة، نعمل متابعة، ما ننساش المتابعة علشان نربط الطاقة بتاعتنا مع بعض، ونفتح الطاقة علشان أبدأ أشوف ليكم كل ما هو جديد معايا.